كل عمري كنت مصدق انه بس بدك تكتشف العالم عن حقيقتها بتكتشفها بوقت ضعفك بوقت فشلك. لانه كل العالم بتصير حنين، كل العالم بتقرب لعندك تطلع الملائكة اللي جواتها، وين حافظ له شعر بيجي بسمع لك اياه، وين حافظ موعظة بيجي بيقول لك اياها، وين عنده نصيحة، وين عنده حكمة بيجي بيحكيها قدامك. قال انه هو الفهمان اللي جاي بده يطلعك من اللي انت فيه. مع العلم هو بيكون عارف انه الحكي ببلاش وما عليه جمرك. لو الحكي عليه جمرك هو ما مستعد يقدم لك حرف من جيبته. بعدين بتكتشف انه هيدي الحنية كلها هي مجرد شفقة وشماتة بس مش اكتر. امتى بتكتشف هذا الموضوع؟ بتكتشف هذا الموضوع لما ببلش انت تطلع من اللي انت فيه، لما ببلش تحول هذا الضعف لقوة، لما ببلش تخطي اول خطوة بالنجاح. بتلاقيه وقف حكي، انتقل على مرحلة تانية اللي هي الفعل. بصير يحط كل مجهوده، بصير يشيل من وقته من حياته الخاصة ليحط مجهود لحتى يحسك انه هذا النجاح اللي انت فيه هو مجرد وهم، هو مش مزبوط. ليش؟ لانه هو ما له مصلحة اساسا انك انت تطلع من ضعفك. هو له مصلحة انه يبني نجاحه على فشلك، له مصلحة انه يبني قوته على ضعفك، لتضل انت الضعيف وليضل قدامك هو الحكيم والفيلسوف.